النهارده فين؟ يا ابني مش انا قلت لك هاخدك النهارده اكلك كبسه ومندي ومضغوط دجاج؟ ايه ده؟ ده مش مكان الجوازات بتاع الفيزا بتاع الرياض؟ انت مش جاي تاخد فيزا؟ لا انت لسه فاكر عشان تروح تاكل كبسه ومندي ومضغوط دجاج لازم تروح الرياض والبوليفار؟ لا لا تعالى عند ابشر بعزك. تعالى يا حمود. يا مرحبا بكم، حياكم الله. ابشر بعزك مع حسن حسين. حبيبي يا حمود. يا مرحبا بكم. ارحب ترحاب الموضوع. بص بقى يا حمود، النهارده انا جاي تعيش معايا وقعدت قلت له هاكلك كبسه ومندي ومضغوط دجاج اصل الاكل السعودي بس على اراضي مصريه، والنهارده بنحتفل كمان بايه؟ من انتصارات اكتوبر، فعايزين نظبطك من عند ابشر بعزك. سيب الموضوع هذا عندي، انا اكلك شيء انا رايح. حبيبي يا حمود، ياخد القهوه معايا. يلا. ايه ده؟ يا فول، انا جاي على كبسه ومندي انت جاي على فول؟ ابشر يا طويل العمر، انت جاي هنا وتعمل سعودي؟ فين الاكل؟ استنى بس، ما انت ما تعرفش عند ابشر بعزك عندهم فطور وعندهم كبسه. حمودي ارحب بالمطنوخ، انا وغلا وكرتونه حلا. كم هنا ما اتمنى. حياك الله يا حبيبي. يا حبيبي. ادي الكبسه وادي المندي وادي مضغوط دجاج زي ما وعدتك، واصل الاكل السعودي النهارده موجود في المهندسين في شارع شهاب عند ابشر بعزك. دوق وقول لي ايه رايك يا معلم. تصدق يا ابوه؟ ايه؟ طعم وريحه الاكل خليك تقول ابشر بعزك وانت اصلا من السعودي. الله قلت لك اصل الاكل السعودي.